النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا عن المصريين القدماء، وهو هل المصري القديم كان بيمارس الشذوذ الجنسي أو الزواج المثلي، يعني زواج رجل برجل أو امرأة بامرأة؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. الحضارة المصرية القديمة والمجتمع المصري المثالي حير كل علماء الآثار وخلاهم يبحثوا في حقيقة المجتمع المصري القديم، وهل هو فعلا كان مجتمع مثالي ولا كان زي أي مجتمع تاني فيه إيجابيات وفيه سلبيات. من المواضيع الشائكة اللي حاول علماء الآثار إن يثبتوها في المجتمع المصري هو الشذوذ الجنسي أو ممارسة الجنس من نوع واحد، يعني امرأة مع امرأة أو رجل مع رجل. علماء الآثار ما عرفوش يثبتوا على مدار التاريخ إن كان في شذوذ جنسي في المجتمع المصري القديم، ولكن أثبتوا بشوية أدلة كاذبة إن الشذوذ الجنسي كان منتشر في مصر القديمة، زي مثلا بردية تورين الجنسية. في لقطة فيها بيظهر مجموعة من النساء وهم شايلين ذكر على أكتافهم عشان يمارسوا معاه الجنس. بعض علماء الآثار قالوا إن اللي كان بيحملوه ده مش ذكر ولكنه امرأة في صورة رجل، لأن ملابسها زي ملابس النساء بالظبط. أما العضو الذكري فهو عضو صناعي كان بتلبسه المرأة المصورة لممارسة الجنس في صورة رجل، كما كان هو الحال في العصر الحديث. طبعا الكلام ده ما كانش صحيح بالمرة، لأن في مصر القديمة ما كانش فيه صناعة أصلا للأعضاء الجنسية، ولكن اللي كان في الصورة رجل كامل مخمور، وكانت النساء شايلاه على أكتافها لممارسة الجنس معاه، وهو كان قصير الشعر ويرتدي النقبة الرجالية. كان في برضه فقرة في كتاب الموتى نص لامرأة كانوا بيستشهدوا بيها علماء الآثار، وكانت بتقول: لم أمارس الجنس مع امرأة في المعبد أبدا. وقالوا إن النص ده بيدل على تساهل المجتمع المصري مع الشذوذ الجنسي في ممارسة الجنس امرأة مع امرأة، والنص هنا كان بيشير لنفي ممارسة الجنس في المعبد. علماء الآثار ما ذكروش نص تاني كان بيقول: لم أمارس الجنس مع أي رجل آخر غير رجلي. ما كانش في مصر القديمة والمجتمع المصري القديم النوع ده من الجنس، واللي ما كانش محرم وقتها، ولكن كان منبوذ من المجتمع المصري القديم اللي اتربى على الأخلاق والقيم. ولو كان في فعلا شذوذ جنسي في مصر القديمة فكان بيمثل حالة فردية، لكن ما كانتش بتمثل ظاهرة اجتماعية أبدا. المجتمع المصري بطبعه مجتمع متحفظ ومحمي من الأفكار الشاذة والشذوذ الجنسي بالأخلاق والتدين. الشذوذ الجنسي عموما ما كانش موجود في أي مكان في العالم قبل قوم سيدنا لوط، هم أول ناس مارسوا الجنس المثلي في العالم كله. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.